يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القوية القادمة أمام نادي بيراميدز في نهائي كأس مصر، وذلك بعد تأهل النادي الأهلي على حساب سموحة ب3 أهداف مقابل هدف، وتأهل بيراميدز على حساب نادي الزمالك بركلات الترجيح. وسيلتقي النادي الأهلي مع نادي بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر يوم الاثنين القادم 10 إبريل في 9:15 مساء بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وسبق وتقابل النادي الأهلي مع نادي بيراميدز مرتين في بطولة كأس مصر، في ربع النهائي فاز الأهلي في مباراة وفاز بيراميدز في المباراة الأخرى، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز الأهلي ب3 أهداف نظيفة. وحددت الجهات الأمنية الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وبيراميدز القادمة، حيث تقرر إقامة المباراة بحضور 20,000 مشجع، مقسمة على الفريقين بحضور 10,000 مشجع لكل فريق. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة لاستعادة اللقب، بينما يطمح نادي بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه.